يا سلام، تسلم ايديكي. ما تاكل يا حسين، الصنف ده عاملاه مرات عمك برجليها بايديها. مفيش غير عيلتين بس هما اللي يعرفوا يعملوه. ايه القرف ده؟ قرف؟ ده قرف؟ الكريبس في زيت قرف؟ انت لا بتستطعم اكل ولا شرب. ما تاخديش بالك من بهيج، اصله لسه صغير وطايش. امسحيها بدقني. اهلا بكم في حلقه جديده من Ancient Egyptian Language Revival. الحلقه اللي فاتت احنا خدنا ادب مصري قديم وسمعنا عن قصه البحار التائه. زي ما احنا قلنا قصه البحار التائه مذكوره على برديه واحده بس بالخط الهيراتيكي. الحلقه دي احنا عايزين نشوف ازاي احنا نتعامل بنص هيراتيكي لو حابين نترجمه. بس قبل ما نعمل كده احنا عايزين نراجع على قرايه الخط الهيروغليفي اللي احنا اتعلمناه في تاني حلقه. زي ما احنا قلنا الخط الهيروغليفي فيه حاجة اسمها unilateral signs, bilateral signs, triliteral signs و determinatives. كلمة متكونة من bilateral sign 2 unilateral signs و determinative. الحروف والساينز كلها هتلاقوها في كتاب Middle Egyptian بتاع جيمس بي ألن وفي Gardner's Sign List. أنا هنا في كتاب ميدل Egyptian بتاع جيمس بي ألن على صفحة 26. هنا هتلاقوا البايلاترال ساينز، وهنا برضو هنلاقي ديل التمساح. القائمة دي بتتقري بالطريقة دي. احنا بنبص الساين اللي احنا عايزينه موجود في أنهي سطر، وده بيبقى أول كونسونانت في البايلاترال ساين بتاعنا، وبعد كده بنبص الساين بتاعنا موجود في أنهي عمود، وده بيبقى تاني كونسونانت في البايلاترال ساين بتاعنا. وكده ديل التمساح بتقري كم. أنا هنا في صفحة 14 في كتاب ميدل إيجيبشن بتاع جيمس بي ألن. هنا البومة ام، وهنا رغيف العيش ت. أنا هنا في كتاب Egyptian Grammar بتاع سير ألين جاردنر على صفحة 442 في بداية قائمة Gardner's Sign List المشهورة. هنا هتلاقوا كل الحروف وكل الساينز. القائمة دي متقسمة على كذا sections. أول section هي section A باسم Man and His Occupations. section D اسمها مثلا Parts of the Human Body. section E هتلاقوا فيها mammals. الديترميناتيف المخصص اللي احنا بندور عليه هنلاقيه في section O buildings, parts of buildings, etc. انا بجد عايز انصحكم ان تقروا قائمة جاردنر كلها عشان ده هيديكوا احساس حلو ومفهوم حلو للخط الهيروغليفي. كلمة كيمت برضو هتلاقوها على ورقة ال100 جنيه وعلى ورقة ال200 جنيه. احنا كده خلصنا مراجعة الخط الهيروغليفي. على عكس الكورسات في الكليات وفي فيديوهاتنا، الطالب المصري زمان كان بيتعلم الخط الهيراتيكي قبل ما يتعلم الخط الهيروغليفي. الخط الهيراتيكي كانوا بيستعملوه على ورق بردي ومواد تانية، بينما الخط الهيروغليفي كانوا بيستعملوه خاصة لنقوش في الحجر. البردية اللي انتوا شايفينها اسمها بابيروس هاريس، بردية هاريس، وتحكي عن حكم رمسيس الثالث ومن بين أمور تانية تفاعله مع ما يسمى شعوب البحر The Sea People. في الجزء ده من بردية هاريس كلمة كيمت مكتوبة مرتين بالخط الهيراتيكي. خلينا مع بعض نحول كلمة كيمت من الخط الهيراتيكي للخط الهيروغليفي، يعني نعمل ترانسكريبشن من الخط الهيراتيكي للخط الهيروغليفي. لما احنا حابين نحول نص من الخط الهيراتيكي للخط الهيروغليفي، يعني نعمل ترانسكريبشن، احنا بنستعمل حاجة اسمها بيليوغرافي. خلينا نشوف. من أهم الكتب البيليوغرافي هي البيليوغرافي بتاعت جيورج ميلر. البيليوغرافي دي متقسمة لثلاث أجزاء. هنا هتلاقوا الرموز الهيراتيكية منقولين من برديات مختلفين ومقابلهم الرمز الهيروغليفي. الكتاب ده مكتوب بالألماني، لكن ما تقلقوش احنا مش محتاجين أي لغة ألمانية عشان نستعمل القوائم اللي احنا محتاجينها. لو انتوا قدامكم رمز هيراتيكي وانتوا عايزين تعرفوا انهي رمز هيروغليفي يعادل الرمز الهيراتيكي اللي قدامكم،
انتوا لازم تفروا في البليوجرافي لحد ما تلاقوا في البليوجرافي رمز شبه الرمز اللي قدامكم وتستعملوا القائمة. وبالطريقة دي واحد بيحول رموز هيراتيكية لرموز هيروغليفية. أول رمز احنا محتاجين ندور عليه هو ده. واحنا بنفر في البليوجرافي احنا هنلاقي الرمز في الجزء الثاني على صفحة 35. هنلاقي الرمز هو منقول من برديات مختلفة وهو يعادل ديل التمساح كم في الخط الهيروغليفي. تاني رمز احنا محتاجين ندور عليه هو ده. احنا هنلاقيه في الجزء الثاني على صفحة 17، تاني منقول من برديات مختلفة وهو يعادل البومة ام في الخط الهيروغليفي. ودلوقتي احنا هندور على الرمز ده في البليوجرافي. احنا هنلاقيه في الجزء الثاني على صفحة 52 وهو يعادل رغيف العيش ت. اخر رمز احنا محتاجينه هو ده. احنا هنلاقيه في الجزء الثالث على صفحة 32 وهو يعادل المخصص لدولة بلد مدينة او قرية. احنا حولنا مع بعض اول كلمة من الخط الهيراتيكي للخط الهيروغليفي. 200. ودلوقتي انا عايز اكلمكم اكتر عن جزء بابايروس هاريس اللي قدامكم. انا عايز اعرفكم بثلاث كلمات موجودين في البابايروس هاريس احنا لحد النهارده بنستعملهم في اللغه المصريه العاميه. احنا هنتكلم عن ثلاث اجزاء. فوق خالص هتلاقوا النص الاصلي بالخط الهيراتيكي، تحت شويه النص متحول للخط الهيروغليفي، هنا الترانزليتريشن بالنظام الاوروبي اللي موجود على صفحة 14 في كتاب Middle Egyptian by James P. Allen. وتحت خالص الترجمة بالعربي يعني بالإنجليش الترانزليشن. في أول جزء رمسيس الثالث بيحكي أنا وسعت حدود مصر كلها. كلمة حدود هنا بالجمع تاشو اللي بالمفرد تاش. كلمة تاش بنستعملها لما نوصف شخص ونقول عليه طايش، يعني الشخص ده منحرف أو عدى حدوده. ما تاخديش بالك من بهيج، اصله لسه صغير وطايش. امسحيها بدقني. وايه لزوم الكذب ده يا فاطمه؟ ده جبان مستر اخويا. ابن الحاج طاهر ما هوش جبان، ده طش شباب. في الجزء الثاني رمسيس الثالث بيحكي عن شعوب البحر السي بيبل. شيغاندا وواشش من البحر أصبحوا غير موجودين حيث تم نقلهم إلى مصر كغنائم حرب مثل رمل الشط. أنا عايز أكلمكم عن كلمة بحر اللي هنا. كلمة بحر هنا يوم مش واجور زي في قصة البحار التائه اللي خدناها في حلقة 5. قصة البحار التائه أقدم من البابايروس هاريس من أول الفترة الانتقالية الثانية. وفي المملكة المصرية الحديثة كان في تأثير من اللغة السيميتية على اللغة المصرية القديمة. يعني كلمة يوم اللي باللغة العربية الفصحى يم دخلت اللغة المصرية القديمة كلفظ دخيل، يعني بالإنجليزي كلون وورد. في أمثلة كتيرة لكلمات أصلها السيميتية اللي دخلت اللغة المصرية القديمة كألفاظ داخلية، زي مثلا كلمة تلج، كلمة مركبة لمركبة حربية، وكلمة سلام. وكمان اسم البلد فيوم جاية من با يوم يعني البحر. قبل كلمة يوم مكتوب أداة التعريف المذكرة با اللي كانت أداة إشارة في اللغة المصرية الوسطى اللي تحولت لأداة تعريف زي هنا في البابايروس هاريس خلال المملكة المصرية الحديثة، وبقت بعد كده في اللغة القبطية أداة التعريف المذكرة ب. في الجزء الثالث رمسيس الثالث بيحكي أنا خليتهم يدفعوا ضرائب بالقماش والقمح من بيت الكنوز والشونة في كل سنة. الشونة هي مخزن أكل زي مثلا قمح أو ذرة، وكلمة شونة هي كلمة مصرية قديمة لحد دلوقتي بنستعملها في اللغة المصرية العامية. هم الرجالة ودوا الذرة الشونة ولا لسه يا مدبولي؟ ايوه امال من ساعة زمن عم الشيخ متولي. طيب بسوقوا خين كشئونا. حتى لما واحد عايز يقول ان تعبه كله راح على الفاضي ممكن يقول انا نقبي طلع على شونة، يعني انا حفري طلع على الفاضي. الكلام ده يعكس خيبة امل صيادين كنوز اللي بدل ما يلاقوا ذهب وكنوز لاقوا بس شونة منسية.
انت حظك من السما يا آمن، اتعينت خلاص عند البيه المأمور. باين عليها بنت حلال. فوت على البيت المركز يديك الحلاوه. استغفر الله، حلاوتنا رضاكوا يا ست هانم. بس يا ست هانم البيه المأمور ناسي شعبان خالص. ازاي؟ كل اول شهر انتظر اسم ابن عليوه ينزل في كشف الغفر ونك بيطلع على شغل. احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا، اتمنى ان احنا اتعلمنا حاجات كتيره مع بعض، ونشوفكم في الحلقه الجايه. وجاي